أهلاً وسهلاً بكم أحبتي. اليوم سنحضر معاً وصفة دافئة ولذيذة جداً، وصفة تصلح لوجبة الغداء وتشبع العائلة كلها، وهي الفاصوليا البيضاء بطريقة مختلفة ومميزة. هذه ليست فاصوليا عادية، لأننا سنضيف إليها كرات كفتة الدجاج مع لمسة بسيطة تجعل الطعم أغنى وألذ. تابعوا معي الخطوات بهدوء، لأن سر نجاح هذه الوصفة في التوابل وفي طريقة التحضير. نبدأ أولاً بتحضير الصلصة الأساسية. في قدر على نار متوسطة نضع كمية مناسبة من الزيت، تقريباً 3/4 كأس، ثم نضيف البصل المقطع ونتركه يتقلى قليلاً حتى يذبل ويبدأ في إطلاق نكهته الجميلة. بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من الهريسة أو الصلصة الحارة، وهذا المكون اختياري حسب الذوق، لكنه يعطي للوصفة حرارة خفيفة وطعماً رائعاً. بعد ذلك نضيف فصاً كاملاً من الثوم دون أن نطحنه، نتركه كاملاً داخل القدر حتى يطلق نكهته بهدوء أثناء الطبخ، دون أن يكون طعمه قوياً أو مزعجاً. والآن ننتقل إلى التوابل، وهي الجزء الذي يعطي هذه الوصفة رائحتها الشهية وطعمها المغربي الأصيل. نضيف القليل من الكركم ورشة خفيفة من القرفة حسب الذوق، ثم الملح والقليل من الفلفل الأسود لأننا استعملنا الهريسة من قبل. ثم نضيف الفلفل الأحمر الحلو ونخلط كل المكونات جيداً حتى تمتزج التوابل مع الزيت والبصل. في هذه المرحلة ستبدأ الرائحة بالظهور، وستلاحظون أن الصلصة بدأت تأخذ لوناً جميلاً وشهياً. نترك البصل والتوابل يتقليان قليلاً على نار هادئة، لأن هذه الخطوة مهمة جداً. كلما أخذت التوابل وقتها في الزيت أصبح الطعم أعمق، وأصبحت الوصفة ألذ بكثير. بينما الصلصة تتقلى ننتقل إلى تحضير كرات الكفتة. سنستعمل كفتة الدجاج، وهي خفيفة ولذيذة، ولكن حتى نحصل على مذاق غني وقوام طري سنضيف إليها قليلاً من شحم الغنم. هذه اللمسة تعطي للكفتة نكهة رائعة جداً وتجعلها لا تجف أثناء الطبخ. نضع كفتة الدجاج في إناء، ثم نضيف إليها شحم الغنم المفروم جيداً. بعد ذلك نضيف القليل من البقدونس أو الكزبرة المفرومة حسب المتوفر لديكم، ثم نضيف التوابل، القليل من الكركم والقليل من الفلفل الأسود ورشة خفيفة من القرفة والقليل من الكمون والفلفل الأحمر والملح حسب الذوق. نخلط كل هذه المكونات جيداً باليد حتى تتجانس الكفتة مع التوابل والشحم. لا تستعجلوا في هذه الخطوة، لأن العجن الجيد يجعل الكفتة متماسكة وطعمها متوازناً. بعد أن نحصل على خليط متجانس نبدأ بتشكيل كرات الكفتة. من الأفضل أن تكون الكرات متوسطة الحجم، ليست صغيرة جداً حتى لا تتفتت أثناء الطبخ، وليست كبيرة جداً حتى تنضج من الداخل بشكل جيد. نضعها جانباً ونعود إلى القدر. في هذه اللحظة يكون البصل قد تقلى جيداً، والتوابل أعطت لوناً جميلاً ورائحة لا تقاوم. الآن نضيف الماء الساخن إلى القدر. من الأفضل استعمال ماء ساخن وليس بارداً حتى لا نوقف عملية الطبخ وحتى تبقى النكهة متماسكة. نضيف كمية الماء حسب كمية الفاصولياء التي سنستعملها، ثم نحرك قليلاً. بعد ذلك نبدأ بوضع كرات الكفتة داخل الصلصة بهدوء، واحدة تلو الأخرى حتى لا تتكسر. نضيف أيضاً قطعة صغيرة من الليمون أو القليل من عصير الليمون، لأنها تعطي نكهة منعشة وتوازناً جميلاً مع الدسم الموجود في الكفتة. ثم نغطي القدر ونترك كرات الكفتة تطهى قليلاً داخل الصلصة. هذه المرحلة تجعل الكفتة تطلق نكهتها في المرق، وفي نفس الوقت تمتص طعم التوابل. وهنا يبدأ السر الحقيقي للوصفة،
لأن الصلصة تصبح أغنى وأطيب. والآن ننتقل إلى الفاصوليا البيضاء. من الأفضل أن نضع الفاصوليا في الماء ليلة كاملة حتى تصبح طرية وتطهى بسرعة. وفي الصباح نقوم بسلقها في الماء حتى تقترب من النضج، ثم نصفيها ونحتفظ بها جانباً. هذه الطريقة تختصر وقت الطبخ وتجعل الفاصوليا خفيفة ولذيذة. بعد أن تغلي الصلصة جيداً وتبدأ الكفتة في النضج، نضيف الفاصوليا إلى القدر. نحرك القدر برفق ولا نضغط على كرات الكفتة حتى تبقى محافظة على شكلها. نترك الفاصوليا تطهى مع الكفتة والصلصة على نار هادئة حتى تتشرب كل النكهات. ستلاحظون أن المرق بدأ يصبح أثقل قليلاً وأن اللون أصبح جميلاً وشهياً. هذه الوصفة تحتاج فقط إلى الصبر، لأن الطبخ الهادئ هو الذي يجعل الطعم رائعاً. بعد أن تنضج الفاصوليا تماماً، نفتح القدر ونضيف القليل من البقدونس أو الكزبرة المفرومة، ثم نضيف لمسة أخيرة من عصير الليمون حسب الذوق حتى نحصل على نكهة متوازنة ومنعشة. نتركها تغلي لدقائق قليلة فقط، ثم نطفئ النار. والآن أصبحت وصفتنا جاهزة: فاصوليا بيضاء بكرات كفتة الدجاج، بطعم غني ورائحة شهية وشكل يفتح النفس. نقدمها ساخنة، ويمكن أن نرافقها بالزيتون الأسود والزيتون الأخضر، ومع قطعة خبز طازجة ستكون الوجبة رائعة ومتكاملة. هذه الوصفة بسيطة في مكوناتها، لكنها مميزة جداً في طعمها، وستعجب كل من يتذوقها. جربوها في بيتكم وسترون كيف تتحول الفاصوليا البيضاء العادية إلى طبق فاخر ومشبع. لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وكتابة رأيكم في التعليقات. وبالصحة والعافية، نلتقي في وصفة جديدة إن شاء الله.